أهلا بيكم معانا في قناة أكلة ترندي. النهاردة هنعمل لكم بانكيك روعة، يعني هش كده، وهنقدمه كمان بشكل حلو قوي، وهنعمل منه الصغير والكبير. هتتفاجئوا بشكله بصراحة، وطعمه حكاية. ياريت بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصلكم فيديوهاتنا أول بأول. ولو عجبكم البانكيك ده ياريت تعملوا لنا لايك للفيديو. أول حاجة هنحتاج 3 كوبايات من الدقيق. أنا استخدمت دقيق متعدد الاستعمالات، وياريت ننخله كده عشان البانكيك بيطلع خفيف جدا لما ننخل الدقيق والمكونات الجافة. معلش هيغلبكم شوية، بس بيطلع تحفة في الآخر. هنعمله بطريقة سهلة جدا إن شاء الله أي حد يقدر يعملها. هننخل كمان 3 معالق كبار من البيكنج باودر بنفس الطريقة في المصفى، ومعلقة كبيرة من الملح، ده عشان نتأكد كده ان مفيش أي حاجة مكلكعة كده في البانكيك. و5 معالق كبار من السكر بنفس الطريقة. هندخلهم بنفس الطريقة كده لحد ما نتأكد ان مفيش اي حاجة مكلكعة تحت ايدينا. هنقلب كده المكونات الجافة دي مع بعض. هنحط بقى 2.5 كوباية من الحليب، وهنحط 6 معالق كبار من الزبدة. أنا الزبدة مسيحاها كده. وهنحط 3 بيضات كبار بدرجة حرارة المطبخ. شايفين الطريقة سهلة كده كله مع بعضه، مفيهاش أي صعوبة. ومعلقة كبيرة من الفانيلا. وهنضرب بقى ايه بالمضرب الكهرباء لحد ما نتأكد ان كل المكونات اختلطت تماما مع بعض ومفيش أي حاجة مكلكعة. وننزل الجوانب كده بالراحة. وهنضرب تاني. على سرعة عالية. يعني الضرب كله بتاعنا كده بياخد حوالي 3 دقايق، مش كتير. دلوقتي بقى هنسخن الطاسة على النار. وانا استخدمت هنا الكون ده بتاع البانكيك، بيسهل علينا لو ما عندناش مفيش مشكلة. نحط بالطريقة دي، بياخد دقيقة كده ونقلبه على طول ودرجة حرارة متوسطة. نعمله بنفس الطريقة، بيسهل علينا الكون ده خالص. لو ما عندناش بنحط بالكبشة او بمعلقة كبيرة، مفيش مشكلة، حسب الحجم طبعا اللي احنا عاوزينه. شايفين شكلها حلو ازاي؟ عاوزة اقول لكم والله هشة جدا جدا، هتعجبكم جدا الخليط ده. شايفين ممكن نعمل حاجة مختلفة، ممكن نعمل صغيرة كبيرة حسب اللي احنا عاوزينه. نقلبها بالراحة كده. شايفين اللون حلو ازاي؟ انا هعمل منهم كمان شوية صغيرين مني كده، يطلعوا حلوين قوي. ونزود كده شوية في النص.
ونقلب. شايفين لونها حلو ازاي؟ وهنقدمهم بقى بالشكل اللي نحبه كده، مع فراولة وتوت أو الحاجة المتوفرة معانا. ممكن كمان نقدمهم طبعا مع عسل نحل أو صوص الشوكولاتة زي ما تحبوا. شايفين الكرز كمان بيبقى شكله حلو قوي معاها. هنحط كده صوص الشوكولاتة، عملناه قبل كده في فيديو. شايفين نازل، هينزل بقى على البانكيك، شكله تحفة تحفة تحفة. البانكيك الكبيرة طالعة حلوة قوي قوي قوي، طعمها لذيذ لذيذة مش ممكن. سيبوها تنزل كده براحتها، تقدموها بالشكل الحلو ده، ونحط الكرز والهنا والشفا. طبعا لو عملتي البانكيك بالطريقة دي محدش هيصدق اللي انتي اللي عاملاه، صدقيني شكله وطعمه تحفة. وانا هنا في الفيديو مقدماها بكذا طريقة كده، ان شاء الله تعجبكم وتعجب الولاد ويحبوه ان شاء الله. حتى ينفع تديهولهم معاه كده في اللانش بوكس ان شاء الله في المدارس لما تبدأ، بيحبوه بياكلوه، وبيبقى مفيد كمان لان في مكونات كلها صحية وحلوة لو عملناه بالعسل النحل يعني. شايفين ده الصغير هقدمه لكم بشكل حلو. ممكن نحطه كده بالطريقة دي، ونحط معاه فراولاية يعني عشان تاخد العين كده وتفتح النفس. نحط واحدة كمان، نحط واحدة فراولاية كمان، واحدة بانكيكس بالشكل ده زي الشيش كده، ونقفل بالتوت بالشكل ده. بيبقى شكله حلو وظريف في التقديم. شوفوا انتوا حابين انهي شكل اكتر واعملوه. وطبعا الفاكهة دي حسب الحاجة المتوفرة عندنا، مش لازم يعني فراولة وتوت. ننزل عليهم كده بصوص الشوكولاتة، وممكن طبعا بشوكولاتة بيضة، صوص شوكولاتة بيضة بيبقى حلو قوي. ممكن نقدمه مع موز، الموز متوفر عادي. وبالهنا والشفا. اشوفكم في اكلة جديدة، مع السلامة.